بسم الله الرحمن الرحيم. احنا دلوقتي في بورتو، اسكندرية. النادي الجميل اللي مشرفنا يعني. ومعايا الكابتن مانجا، وبالمناسبة الكابتن مانجا لاعب نادي الإسماعيلي والمصري والاتحاد وحرس الحدود ومنتخب مصر للشباب. الحقيقة يعني شخصية محترمة، وكان كمان في تركيا في فريق تركي اسمه جارسنز. وكمان معانا النهاردة الكابتن أحمد خير دونجا. طبعا احنا عندنا مانجا وعندنا دونجا عشان ليه محدش يتلخبط. كابتن دونجا كان حارس مرمى نادي بتروجيت وتليفونات بني سويف والرجاء وكيما اسوان ونادي ايمي ومنتخب مصر للشباب. يعني له باع طويل واحنا بنتشرف بيهم. والان هو مشرف على حراس المرمى بنادي بورتو السكندري. اهلا وسهلا كابتن مانجا. اهلا وسهلا بيك يا استاذ. عامل ايه واخبارك ايه؟ الحمد لله بخير. ايه بقى اخر النشاطات عندنا في النادي؟ والله ابدا، احنا طبعا لسه طالعين من اختبارات ولسه طالعين من اكتشافات كتير قوي الفتره اللي فاتت دي كلها، خلال الشهرين اللي فاتوا من اول شهر 6 لحد الان. طبعا انت عارف الوقت ده كلنا بنتعب جدا في الملعب كاكتشاف المواهب، وده كدورنا احنا حاليا لحد الان. يعني القائمه قفلت عندي وفي نفس الوقت لسه بنكتشف برضه ناس لاول 1/10 اللي احنا طبعا فيه ان شاء الله من بدايه من بكره ان شاء الله. تمام. طبعا بتشكيل جديد طبعا من اول الجهاز الفني، مع احترام الجهاز الفني بتاع السنه اللي فاتت. شكلنا جهاز محترم السنه دي، قدرنا نعمل تشكيله محترمه عشان نقدر ان احنا نقدر في الخطوه، لان انت عارف اي نادي بيطلع لاعلى، فاعتقد بجيب ناس اعلى. فطبعا الجهاز الفني اللي عندنا بتشرف بيه طبعا كابتن احمد خير دونجا، كابتن حسام باولو، كابتن احمد خالد. طب الكابتن دونجا اهلا وسهلا بيك كابتن دونجا. طبعا كابتن مانجا قدمك تقديم انا ما كنتش اعرف اقدمه لك، انا خليته هو اللي يقدمه. اخويا طبعا غني عن التعريف وتاريخ قانون كبير، واضافه ان انا اتشرف ان انا اشتغل معاه طبعا ليا. ان شاء الله نكون اضافه محترمه. لسه النهارده كان اول يوم ليا موجود النهارده في نادي بورتو ان شاء الله كمشرف على ضمن حراس المرمى. ان شاء الله نحاول نطلع بالنادي لحاجه احسن ان شاء الله، وده طموحنا باذن الله الفتره الجايه ان احنا نعمل حاجه كويسه ان شاء الله. وطبعا احنا زي ما قال كابتن مانجا الفتره اللي فاتت النادي كان بيعمل اختبارات برغم ان القايمه قفلت، لا احنا لسه عندنا ان احنا كل شهر القيد موجود بالنسبه لنا، وعندنا فرص لحد شهر واحد كمان تقدر تأيد لعيبه. احنا اي لعيب في مصر يقدر يكون موجود معانا، عندنا بنقدم وبندي فرصه لكل اللعيبه. اي لعيب عايز يكون موجود معانا طبعا بيكون موجود معانا. وطبعا احنا النهارده في مقر النادي في ابو قير، طبعا احنا بنتشرف ان احنا موجودين في ابو قير ومع اهل ابو قير، الناس المحترمه بصراحه يعني. الواحد بيشرف ان هو موجود في وسطكم، وان شاء الله نكون اضافه باذن الله ليكم ان شاء الله باذن الله. يا اهلا وسهلا بيك، احنا اللي متشرفين بيكم. وطبعا كابتن مانجا في حاجه عايز تضيفها؟ لا، الاضافه كمان يعني الكابتن خلص الاضافه، بس هي الاضافه كلها ان احنا مثلا بندعي لاي حد، عشان في ناس كتير جدا اختبارات في ابو قير من مجموعات كتير جدا من هنا، ففي ناس كانت يعني اضافت للمكان، ففي ناس زعلت ان احنا مشينا ناس كتير من الاختبارات. فانا بس بضيف بس الاضافه دي لاولياء الامور ان احنا عندنا في ناس كتير زعلت في الاختبارات، في ناس قالت لي لا احنا ساكنين جنبك في المقر، احنا هنا احنا في الكوره ما فيش الكلام ده عامه. يعني عامه احنا عندنا في المواهب الدين الموهوب بيخش واللي مش موهوب، احنا عندنا مدرسه كوره للتعليم. وانا بدعي دلوقتي لكل الناس اللي كانت فاهمه الفكره من رئيس القطاع الكابتن احمد خالد ان احنا عندنا المواهب الصغيره ليها مدرسه خاصه للتعليم، ودي حاجه ما تزعلش حد. ان ابن حضرتك جاي مستواه 30% 20% محتاج ان هو يعلى يبقى 70%. اعتقد دي حاجه مش كويسه، احنا فاتحين الباب هنا. والاضافه عندنا الاضافه الرسوم كلها كلام فاضي، يعني مش ماديات خالص، ما فيش دخل النادي اصلا. احنا بنحاول ان احنا نطلع موهبه عشان احنا هدفنا الوحيد في بورتو مش ان انا اصعد دوري ممتاز ولا اصعد درجه اول، مش كل ده ما يهمنيش. انا يهمني حاجه واحده بس، يهمني حاجه واحده ان احنا عندنا الهدف الاول والاخير ان احنا نسوق.
يعني التسويق عندنا احنا لسه مودين اكتر من 17 لاعب في الدوري الممتاز خلال السنه اللي فاتت لحد الان لسه مش. وعندنا اللعيبه الافارقه كلها ما شاء الله هي اللي يعتبر عامله اسم البورتو حاليا دلوقتي في الدوري الممتاز. طبعا كان عندنا من فتره قليله كان عندنا مباراه مع الهلال السعودي، عملنا لهم دعوه وجم من اخر الدنيا عشان يلعبوا بورتو السكن. طبعا انا بشهد الاسكندريه كلها شافت الماتش، فدي حاجه اضافه كويسه للمكان ان احنا بنعرف نضيف ماتشات كويسه ان هي ازاي الولد يتشاف. فحته التسويق دي مهمه جدا 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 في الحته دي، ان احنا نعمل ماتشات وديه مع حتى الاولاد يحتكوا بالفرق الصغيره، سواء حرس الحدود سواء سموحه سواء كل الانديه اللي لعبنا فيها قواعد من النجوم اللي موجوده كلها زي الكابتن حسام باولو والناس دي كلها. يعني معلش كل الناس تقدر تساعد معانا الماتشات، هي دي الهدف الاول والاخير. فكل ابو قير على راسي، والجروب اللي حضرتك عامله طبعا انا متضاف فيه، يعني حاجه جميله جدا. اهل ابو قير المحترمين، انا بدعي دلوقتي اي حد من اضافه الجروب او من المنطقه نفسنا يعني يجي يشرف، انا تحت امره. هيجي يجيب ورقه ويدي رسومه البسيطه خالص وبياخد فيها الزينه. كابتن صلاح بياخد ترنج وبياخد طقم بمبلغ لا تتقدره في حياتك، مش جاب ثمن فطار. ففي ناس تاني مع احترامي انا اسف ما بحبش ان انا اتشكل بحد ولا ان احنا نجيب نفسنا بحد. في ناس كتير جدا شغاله من تحت السلم، فاعتقد ده تعليق عليه. انا اللي شغال ربنا يكرمه. احنا عندنا شغل محترم جدا، وبيجي ولي الامر بيحضر في مكان اجتماعي تبع الكليه البحريه اللي هو نادي الاسطول. مواعيدنا هناك من الجمعه شغالين طبعا عشان ايام المدارس، بنقدر نوثق على قد ما نقدر اوقات كويسه لولي الامر عشان يقدر يجي التمرين. بنشتغل بيوم الجمعه الساعه 8 لحد الساعه 9:30، ويوم الاحد شغالين من الساعه 6 لحد الساعه 8:30. يقدر الولد